ان هو سرعة التحويل حقيقي فعلا. انا مش مصدق ان ده 14 يوم، والله يندبح دلوقتي لولا ان هو هيكون مسلل الريش ده فيه لحم ما شاء الله يمكن يعدي النص كيلو. لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده موضوع الفيديو موضوعين. الموضوع الاول، اللي بيشتري مني حمام او بيشتري مني زغاليل بيسأل سؤال: الحمام اللي عندك بيلحم على كام يوم؟ في سؤال تاني، اللي عايز يشتري زغاليل عايز يشتريهم ذكر وانتايه. السؤالين ده اللي هنجاوب عليهم، هل هم لازم يكونوا فعلا ذكر وانتايه، وهل احنا بنعرفهم ولا لا؟ هنبدأ على طول بالموضوع الاول. الحمام بيلحم على كام يوم؟ هنشوف في البداية. ده الزغلول اللحم اللي مع الاهالي، ده السن بتاعه. الاهالي ما شاء الله محصية، تمام، حصت اول حصوة امبارح، تمام. الاهالي والله يمكن اول امبارح دي كمان. البيضة دي من اول امبارح، ودي النهاردة البيضة، يعني المفروض تبيض التانية الوقت كمان شوية، تمام كده. ده قص، ده كمان اهو مع زغلول اهو، ومعاه هنا بيض، تمام كده. دي هنا زغاليل برضو، وهنا بيض، تمام كده. طيب هل هو كل مرة كده بيلحم بالشكل اللي احنا شفناه ده، او من نفس التاريخ؟ يعني مثلا لو ده الزغلول ده عمره 14 يوم، يبقى هو كل مرة في نفس العمر؟ اكيد لا. هنشوف هنا ده تقريبا اهو في نفس العمر، ده معاه زغلول اهو في نفس العمر، ولسه الطاجن اللي فوق فاضي. طيب حد هيقول لي لا يمكن ده نوع وده نوع. لا يا جماعة، هي سلالة واحدة وهو نوع واحد. طيب تعال نشوف القص ده رقم 14. هنا فتحنا على الصفحة رقم 14، زغلول واحد، فقس يوم 10/12، الحمام باض يوم 24/12، يبقى 14 يوم. وحجم الزغلول بسم الله ما شاء الله في 14 يوم. ده أهم من إن الحمام يلحم يا جماعة، إن هو يكون سرعة التحويل. ان هو سرعة التحويل حقيقي فعلا. انا مش مصدق ان ده 14 يوم، والله يندبح دلوقتي لولا ان هو هيكون مسلل الريش ده فيه لحم ما شاء الله يمكن يعدي النص كيلو. لكن الريش احنا بنسيبه لما يكتمل ريشه عشان يكون سهل ان هو يتنضف يعني، تمام كده اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. رقم 18. طيب القص رقم 18 هنشوفه هو لحم على كام يوم. انا محضن تحته زغاليل الزاجل، لكن الزغلول الابيض ده بتاعهم اللحم، تمام. ده الزاجل اللي انا بعته يا جماعه، دي زغاليله ما شاء الله اهو تحته بيضه. نشوف هنا اهو بيضه فقس يوم 10/12. انا بكتب تاريخ البيض وتاريخ فقس البيض اهو، شوفها كده 10/12، النهارده 24/12، يبقى لحم على 14 يوم. طيب هل كده انا اقدر اقول لك لما تسالني ان الحمام ده بيلحم على 14 يوم او على 16 يوم؟ ما اقدرش اقول لك كده، لازم اقعد اشرح لك زي ما انا هشرح في الفيديو كده ولكل واحد. ارجو ان انت بس تتابعوني الموضوع ده كويس، عشان ما اقعدش اشرح لكل واحد الموضوع من البدايه للنهايه. الموضوع ان هو كده انت شفته بيلحم على 14 يوم، لكن ممكن يجي عندك ما يلحمش 14 يوم. ممكن تكون بتاكل غله بس، قمح بس، ودور اصفر وعيش. ممكن الحمام يبطل عندك بيض نهائي، وده عند ناس كتير على فكره، مش انت بس. ناس كتير قوي بتشتكي ان الحمام ما بيبيضش، وهو بسبب ان هو ما بياكلش. احنا في موسم الانتاج، عشان كده ممكن يكون الحمام ده بيلحم على 14 يوم، وممكن ما يلحمش كده على طول. ليه بقى؟ الصيف غير الشتاء، المكان مربي في سلكات غير اللي مربي سايب. ممكن يكون مربي في سلكات اسرع شويه من الحمام السايب، عشان الحمام السايب بيكون بيلعب شويه. مهم جدا جدا التغذيه اللي انت بتاعتها والفيتامينات. العش ده غير العش اللي بعده، يعني انت شفته اللي لحم على 14 يوم، ممكن تاني مره على 20، ممكن على 25، مش كله زي بعضه، ممكن على 12 على فكره. على فكره ممكن يكون الحمام لما يبيض بدري بتكون في مشكله يا جماعه، واكيد المشكله دي ناس كتير منكم بيعاني منها. يعني مثلا مربي في سلاكه فيها طاجنين اهو، الحمام بيض هنا وهنا زغاليل. الزغاليل دي لما تكبر شويه كمان اسبوع هتطلع من الطاجن وتخرج من الطاجن وتيجي هنا عند الاهالي، ممكن تدوس على البيض، تاكل البيض، ممكن تكسر البيض. ده حاجه. والاهالي ما تعرفش ترقد على البيض كويس بسبب ان الزغاليل بتمشي تيجي هنا على الطاجن التاني. ده حاجه هي. لكن لو انت عندك الرف الداخلي، اقول لك تعمل ايه؟ النتارق ده فوق والزغاليل تحت، تمام كده اهو.
زي ما حضرتك شايف الزغلول تحت والنتاية راقدة فوق على البيض. هو الزغلول ده اصلا كان فوق. ليه؟ انا دايما بطلع البيض فوق، انا بسيبه الزغلول كده لحد، يعني البيض اهو فوق اهو، اسيب البيض ده فوق كده لحد ما البيض يفقس والزغلول يكبر على قد ما يكبر، والاهالي دي تبيض تاني. الاهالي دي تبيض تاني هتكون الطاجن فاضي هنا، اروح منزل الزغلول تحت. ليه الزغلول تحت والبيض فوق؟ عشان الزغلول ما يعرفش يطلع للبيض، يبقى البيض في حماية. يبقى انا كده ما يهمنيش طالما فيه رف داخلي، ما يهمنيش اي حاجة، اسيب الزغلول ده حتى لما البيض اللي فوق يفقس. طالما ان انا مش خايف على البيض، انا مهم عندي البيض عندي هو الثروة اللي انا عايزها من الحمام، هي دي، ده الناتج من الحمام هو البيض هو اللي هيبقى زغاليل. يبقى لازم احافظ على البيض بالطريقة دي، بحافظ على البيض. السلاكة اللي هي برف داخلي دي بتحافظ على البيض. هو زي ما احنا هنشوف هنا. طب هنا انا عامل ايه؟ انا حاطط هنا 5 زغاليل وبسم الله ما شاء الله. انا قلت بدل ما افطمهم يعني ايه، مش عايز مناعه الزغاليل تضعف. ده الزغاليل اللي متباعه، الناس اللي حاجزه بتستنى زغاليلها. انا سايبهم هنا مناعتهم ما تضعفش، في نفس الوقت يعتمدوا ياكلوا من الاكله مع الاهالي اهو. الاكله عندهم جوه، يعتمدوا على نفسهم، يتعودوا على الاكل مع الاهالي. في نفس الوقت الذكر على فكره مش النتايه، الذكر هياكل ال5 زغاليل باذن الله، والنتايه راقده على البيض معظم الوقت، لان الذكر ما بيرقدش الا تقريبا 4 ساعات في اليوم. هيسيب النتايه راقده وهو هياكل الزغاليل والزغاليل معاه. انا مش خايف على البيض طالما الزغاليل تحت اهو. الزغاليل تحت ما بتطلعش لسه، والاهالي فوق اهي. الزغاليل دي تقريبا عمرها قول 25 28. مهم قوي الرف الداخلي في السلاكه ده يا جماعه. ريحني جدا ان انا اسيب الزغاليل تحت كده ومش خايف على البيض اللي فوق زي ده، لحد حتى ما البيض اللي فوق يبقى يفقس او يقرب يفقس قبلها بيوم باتنين، اروح شايل الزغاليل بعيد. يكون الزغاليل مناعتها زادت. انا بحس ان لما بفطم الزغاليل بدري يا جماعه مناعتها بتقل، لكن هي المشكله بتكون في السلاكه اللي زي دي اللي ما فيش فيها رف داخلي. الطاجنين جنب بعض كده، الزغاليل دي لما تكبر شويه هتطلع كده، فبتكون مشكله لما الزغاليل تكبر وتمشي على البيض. ممكن تاخد البيض تحضنه وتسيب الزغاليل، لو الزغاليل لسه صغيره كده، وتسيب الزغاليل مع الاهالي. الحمام يبيض تاني، تعطيه فرصه يبيض تاني، وفي نفس الوقت انت استفدت بزياده واعطيت حق الزغاليل ان هم ياكلوهم. لكن كده هو كده انا لازم اتابع كل يوم لحد ما الاقي الزغاليل دي بتخرج، يا اما انقل الزغاليل اوديها احضنها مع زغاليل في قدها، احضن الزغاليل مع زغاليل تانية في نفس العمر او في نفس الحجم، واسيب لهم البيض. حاجه من الاثنين، يا تشيل البيض يا تشيل الزغاليل. الموضوع الثاني اللي عايز يشتري زغاليل وعايز الزغاليل ذكر وانتايه، هل انا بعرف الزغاليل دي ذكر وانتايه ولا ما بعرفهمش؟ حقيقه انا ما بعرفهمش، ولا انت تعرفهم ولا حد يعرفهم. واللي يقول لك ان هو بيعرف الزغاليل ذكر وانتايه ما تصدقش. مش هنقول حاجه اكتر من كده، ما تصدقش اي حد يقول لك ان هو بيعرف الزغاليل ذكر وانتايه. وهثبت لك بالدليل القاطع اللي ما فيش فيه شك وعن تجربه. واحد هيقول لك زغلولين زي دول انت تعرفهم، يقول لك الزغلول اللي بقف ده الزغلول الذكر يدافع عن عيش، لا الزغلول الكبير هو اللي ذكر. طب هنقول هم في حجم واحد، او جايز اللي بقف يمكن اقل شويه اهو، اللي بينقر ده هيقول لك ده الذكر، ده النتايه. دي حاجه مش حقيقيه، ممكن النتايه تكون هي اللي بتنقر، وممكن الصغير هو اللي يكون ذكر. وهثبت لك دلوقتي بالذكور اللي عندي اللي انا عملت بالفكره ديت، وطلعت اللي حجمه صغير طلع ذكر. انا محتاج نتي، عندي ذكوره كتير هوري لك دلوقتي. طب هم لازم يطلعوا ذكر وانتايه؟ لا، ممكن يطلعوا ذكرين او يطلعوا ذكر وانتايه او يطلعوا انتايتين، كلها متساويه، مفيش نسبه زي بعض. زي ما في ناس بتخلف صبيان وناس بتخلف بنات وناس بتخلف صبيان وبنات، بالظبط الحمام نفس الحكايه. القص الرومي ده طلع 10 زغاليل الوقت شباب. عايزك تقدم معايا اولاد القص الرومي، انا بات منه 4 ذكور. تعال نشوف الباقي منه ذكور ايه اهو. انا بات 4، يبقى ده 2 اهم في وشك اهم، 5 6 تمام. ده الابيض الاحمر ده 6، واللي هناك ده ابيض ده 7، وده كمان 8. كده 8 ذكور تمام، عشان انا صادق معاك اهو في الكلام اهو. كده 8، هوريك التاسع والعاشر. ده التاسع والعاشر اهم ذكر وانتايه، بس هم من عشين مختلفين، عشان كده انا جوزتهم لبعض، ما عنديش غير كده. يبقى 9 ذكور وانثى واحده. خلاص، الناس اللي بتقول ايه ان لازم يطلعوا ذكر وانتايه، مفيش دليل اكبر من كده ان هو ممكن يطلع
ذكر وانتهى، بس نسبة الذكور بتكون أكتر في الحمام كله يا جماعة. طب هنيجي لحتة إن اللي بيقول لك الذكر يكون حجمه أكبر من النتاية، تعال نشوف. أنا طبعا عندي ذكور كتير زيادة، يعني غالبية اللي موجود ده هو شباب، بس غالبيته ذكور. أنا عندي ذكور، بعت ذكور كتير برضه في الفترة اللي فاتت، كنتوا شايفين عارضها بعتها من اللحم ده. اللي عايز ذكر كان بياخد ذكورة محترمة والله. هنشوف هنا ذكر حجمه إيه، عشان انت ممكن تعمل كده. شايف ده؟ انت تشوفه ومن الحجم بتاعه تقول ده حجمه رفيع، ده يطلع نتايج. لا اهو يا جماعه ذكر، ذكر وبيضرب الحمام كله كمان، لكن هو حجمه قليل. طبعا ده هنذبحه، بس انا بثبت لك عشان ما تغلطش الغلطه دي. عشان انت لو محتاج نت هتقعد تذبح الكبير وتسيب الصغير تربيه، في الاخر هتلاقي الحمام بقى كله عندك صغير، حجمه صغير. ما تغلطش الغلطه دي. سيب الحمام لما يوصل لسن الشباب، وبعد كده اذبح اللي تذبحه، وزياده اذبحه او بيعه. انما ما تسيبش الصغير عشان يطلع نتايه وتذبح الكبير. الفكره دي غلط، محدش بيعرفه الا في سن البلوغ كده، وبيعرفوه كمان بالفاتح بتاع الانف اللي بيستخدمه طبيب الانف والاذن والحنجره عشان يتاكد، او في تحليل بيتعمل للحمام بس طبعا غالي، ما احنا مش هنعمله. فالحجم الصغير ده واللي جنبه ده برضه نفس الحكايه، حجم صغير وتفتكر ان هو نتايه من حجمه، لا يطلع لك ذكر. فبلاش تغلط الغلطه دي. طبعا باقي لسه ذكور زاجل كتير، اللي عايز ذكور زاجل. باقي ذكور رومي اهو، باقي ذكور رومي ما اتباعتش لسه اللي قلنا عليهم دول. باقي ذكور يمكن ذكر، باقي ذكر ولا اتنين من اللي هو 3 ذكور اهم من لحم السلفر. باقي 3 ذكور من اللحم السلفر اهم. الذكر ب 500 جنيه اللحم السلفر ده يا جماعه. الذكر اللي هو الرومي ده الواحد من دول ب 150. الذكر الزاجل، الذكر اي ذكر زاجل اي لون ب 100. اي ذكر لاحم ب 300. تمام. شباب كله ما شافش نتايه قبل كده، ليه كله طلع مالوش نتايه. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.